السلام عليكم. أهلنا في اسكندرية مسمينه أبو الدردار، يتوافدون إليه تيمنا وتبركا بهذا الرجل الصالح، مرددين عبارات: بركات آل البيت، بركاتك يا سيدنا. فمن هو أبو الدردار؟ وهل هو بالفعل مدفون في المقام الموجود بشارعه في منطقة اللبان بغرب الإسكندرية؟ تابعوني تعرفوا الإجابة. بداية، أبو الدردار بلغة الإسكندرانية هو الصحابي الجليل سيدنا أبو الدرداء، واسمه الحقيقي سيدنا عويمر ابن عامر الأنصاري الخزرجي، فهو من الأنصار وهو من قبيلة الخزرج. وكنيته أبو الدرداء نسبة إلى ابنته اللي كان اسمها الدرداء، وكلمة درداء باللغة العربية بتعني الطفلة أو المرأة أو الفتاة التي فقدت أسنانها. ولقبت زوجته أيضا بأم الدرداء، وكانت فقيهة وزاهدة وبقيت وفية ولم تتزوج بعد وفاته. أبو الدرداء تأخر إسلامه قليلا، فقد أسلم يوم بدر. قال أبو الزاهرية: كان أبو الدرداء من أواخر الأنصار إسلاما، وكان يعبد صنما، فدخل ابن رواحة ومحمد بن مسلمة بيته فكسر صنمه، فرجع فجعل يجمع الصنم ويقول: ويحك، هل امتنعت؟ ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فقال أبو الدرداء: أعدي لي ماء، فاغتسل ولبس حلته، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء، وما أراه إلا جاء في طلبنا. فقال: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأن يسلم أبو الدرداء. كان أبو الدرداء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة الخمسة الذين عملوا على جمع القرآن الكريم، وهم وفقا لما ذكره ابن سعد في طبقاته سيدنا معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الدرداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عويمر حكيم أمتي. روى أبو الدرداء عن الرسول صلى الله عليه وسلم 179 حديثا، وكان الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى القضاء بالمدينة المنورة. أبو الدرداء كان يحب الفقر والمرض والموت، فكان يقول: ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس: الفقر والمرض والموت، فأحب الفقر تواضعا لربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي، وأحب الموت اشتياقا للقاء خالقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أخاه يوما، فإذا أم الدرداء متبذلة، يعني غير مهتمة بملبسها ومظهرها، فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك لا حاجة له بنا في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان: كل معايا. قال أبو الدرداء: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرن. فأكل معه ثم بات عنده. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم الليل، فمنعه سلمان وقال: إن لبدنك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأت أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. فلما جاء الصبح ذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من سلمان وما قاله سلمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أبو الدرداء كانت له مشاركة فاعلة في الفتوحات الإسلامية، فشهد غزوة أحد، وكان ممن دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا، وأبلى يومئذ بلاء حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حينئذ: نعم الفارس عويمر. سيدنا عمر بن الخطاب أرسله في أواخر سنة 15 هجرية مع جماعة من المتفقهين ليعلموا الناس القرآن، وبقي في دمشق حتى سنة 17 هجرية. ولما خرجت جيوش الإسلام لفتح مصر، كان أبو الدرداء واحدا من كبار القواد والصحابة الذين شاركوا في هذا الفتح العظيم. أبو الدرداء أسهم في فتح الإسكندرية خلال عام 21 هجرية، اللي هو سنة 641 ميلادية، مع سيدنا عمرو بن العاص، وأقام فيها متفرغا للعبادة والتدريس وتفقيه الناس. وكان يتخذ من مكان المقام اللي موجود حاليا مجلسا لإلقاء دروس الفقه أثناء إقامته والحديث على تلاميذه بالإسكندرية، ويقال أنه أقام فيها حوالي 4 أشهر. في أسطورة بتتناقلها الألسن وانتشرت في مختلف محافظات مصر، مش بس في اسكندرية، أنه أثناء الحرب العالمية الثانية ألقت إحدى الطائرات الألمانية
قنابل أو مقذوفات ضخمة على الجهة الكائن بها الضريح. وأكد الأهالي أنهم شاهدوا بأعينهم طيف أبيض يخرج من مكان الضريح ليلتقط القنابل والقذائف ويحمي المنطقة من الدمار. ونحن هنا لسنا بصدد تأكيد أو نفي هذه الرواية، لكن يكفي أن احنا نقول أنه جثمان سيدنا أبو الدرداء غير مدفون في هذا الضريح. لما انتشر الإسلام في ربوع الشام، كتب يزيد بن أبي سفيان إلى سيدنا عمر بن الخطاب قائلا إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء. روي أن أبا الدرداء أوجعت عينه حتى ذهبت، يعني فقد بصره، فقيل له لو دعوت الله، فقال ما فرغت بعد من دعائه لذنوبي، فكيف أدعوه لعيني. عن حبيب بن عمر عن أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم، فقلت إني أخاف أن يحمقك الناس يعني إيه يقولوا عليك أنت يعني أحمق. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. وقالت أم الدرداء لما احتضر أبو الدرداء جعل يقول من يعمل لمثل يومي هذا، من يعمل لمثل مضجعي هذا، من يعمل لمثل يومي هذا، من يعمل لمثل مضجعي هذا. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه أقام في دمشق حتى مات ودفن فيها، فقد مات رضي الله عنه عام 32 هجرية قبل وفاة سيدنا عثمان بن عفان ب3 سنوات. رضي الله عن سيدنا أبو الدرداء، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى غير خزايا ولا مبدلين، اللهم آمين. فضلا ليس أمرا، دوس لايك واعمل اشتراك في القناة ليصلك كل جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.